السلام عليكم. فلوسك اللي في البنك ما تخاف البنك يسرقها؟ صدق والله سؤال يعني. لا ليش؟ لأن الحمد لله نحن في أمن وأمان، والبنوك إن شاء الله أنها أمينة، ففي يد شخص أمين، فما راح تروح الفلوس. طيب أعلمك حاجة، هل تعلم أن الصدقة يأخذها الله بيمينه؟ عنده سبحانه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وهو سبحانه الذي يقول ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأكثر من 70 موضع في القرآن ذكرت فيه النفقة يا أخوان، فأجر الصدقة والإنفاق في سبيل الله شيء عظيم. وفي الحديث أن الله يأخذ الصدقة بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، حتى يعني تصير اللقمة مثل جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأجور عظيمة، أجور عظيمة لا تفوت. فهذا الرابط يا أخوان في منصة التبرع الحكومية، وقد يكون من أفضل الروابط يا أخوان. ليش؟ لأن ما هو اللي تستفيد عائلة ولا عائلتين، بل 3 عوائل كلهم في حالة يرثى لها، نسأل الله أن يكون في عونهم. فهذا الرابط يا أخوان مساعد لهم في الحاجات الأساسية للمعيشة. فجزاكم الله خير يا أخوان، وهذا هو الرابط. وأنفق ولو بالشيء القليل، علمتكم الحديث، فتاخذ يعني تصير اللقمة مثل جبل أحد. ترى الشيء القليل يتضاعف عند الكريم سبحانه. وجزاكم الله خير، وصلوا على النبي. السلام عليكم. إخراج بس. خلاص يا اخوان، ترى الدنيا هذه فانية، وكل واحد يتغير، والدائم الله سبحانه. يعني ما هو دائما راح يكون تصويري عشوائي، انا لا، على طول راح اصور كذا، وراح احترف في التصوير، وراح امسك الكاميرا زي الناس، وراح اسوي حاجات حلوة يعني. بس ما، الله المستعان. طبعا ما راح اخلي مساحة فاضية هنا دائما. اي واحد يبغى اعلان ترى عندي مساحة فاضية، مساحة اعلانية. صلوا على النبي. السلام عليكم. صح يا اخوان، انا عندي قاعدة ونظرية وارى انها صحيحة وغير قابلة للجدال. من أكبر مسببات الاكتئاب في العالم الأغاني الإنجليزية. ليش؟ لأنها ذنب وإنجليزي ما تفهمه، فأنت تأخذ ذنب على شيء ما تفهمه، فيجيب لك الاكتئاب. والله إن حتى في المحلات هذه إذا شغلوها، إن الواحد تجاه السومة، يا ولد أحس إني بموت، وش التضييق. استغفر الله من كثر الذنوب، الله المستعان. صلوا على النبي. السلام عليكم. إخوان تشوفون هذا القبر؟ هذا القبر يمكن الآن صاحبه اللي راح يدفن فيه حي في الدنيا هذه ومبسوط ويتنفس، وهذا مثواه الأخير. فأعمل هذا القبر، أعمل. تشوفون هذول كلهم، ترى فيهم الغني، فيهم الفقير، فيهم راعي المنصب، فيهم اللي ما عنده شيء، فيهم المعدم. الدنيا هذه ما تطلع منها بشيء، وفي الأخير هنا ما تأخذ معك إلا عملك. فأسأل الله أن يرحمنا برحمته يا رب العالمين. فاجتهدوا يا أخوان، وجزاكم الله خير. صلوا على النبي. السلام عليكم.